مرحبا، السلام عليكم. قصة اليوم خاصة ببطلها واسمه طارق، مع أنه ذكي بس شوي عصبي. وكان في بداياته وقعت له هذه القضية في فترة الشتاء، فصل الشتاء. كان في عصرية يوم سبت، وتعرفون العصر قصير. ورد له بلاغ عن وجود قضية قتل في فندق. طبيعة الحال هرع إلى مسرح الحادث وطلب الطبيب الشرعي والأدلة الجنائية والمختصين. لما وصل إلى الفندق قابل مدير الفندق وقال له إنه عندي الدور العلوي خاص بالأجنحة اللي تحت كل غرف، بس هذا أجنحة. هذا الجناح اللي صارت فيه قضية القتل، الزوجين اتصلوا علينا أهلها وقالوا نحن نتصل على جواله ونتصل على التحويلة الداخلية للغرفة وما أحد يرد علينا. يقول إحنا يا الفندق اتصلنا برضو نتأكد ودقينا على باب الغرفة، لكن نفس الشيء ما حد رد علينا. فجينا وكان على الباب معلق عدم الإزعاج. كلام هذا ظهر اليوم هذا اللي تلقى فيه طارق البلاغ. يقول فتحنا الباب، يا ولد يا أحد يا أهل الدار. يقول ما حد رد. يقول طقينا الباب ما حد فتح. يقول اضطرينا احنا نفتح عليهم الباب. لما فتحنا الباب لقينا المرأة عند المدخل على الأرض مضرجة بالدماء، وما في أحد في الغرفة. مباشرة إحنا اتصلنا فيكم. بدأ طارق والطبيب الشرعي والمختصين من الأدلة الجنائية في عملهم، وكل شاف شغله. لاحظ طارق أن الضحية هي فتاة في أواخر العشرينات، والدماء شبه متخثرة. وقت شتاء والمكيف كان شغال على أبرد شيء، وهذا كان مثير للريبة والشك. عاين الجثمان، وجد إن فيه عدة جروح غائرة يدل على أنها طعنات. وأكد الطبيب الشرعي هذا الشيء، بس قال ما أقدر أقول لك حاجة إلا بعد ما أسوي التشريح وبعدين أعلمك وش النتيجة. طبعا فعقد الوعي. واضح أن القضية واقعة من أكثر من 12 ساعة، يعني من أمس في الليل، لأن التخثر كان أو الدم كان مرة متخثر، وفيه الرسوب الدموي مرة متجمع تحت إلى أقرب منطقة للجاذبية. بحث طارق في الجناح هذا اللي هم فيه، ما لقى أي شيء مسروق. لقى جوازات، ولقى جواز المرأة وجواز زوجها. عرف أن هذا الزوجين حديثي الزواج، وأن حتى أكد له مدير الفندق، قال أصلا هم ماخذين هانيمون، حجزهم هانيمون أو حجز شهر العسل. لقى أيضا من ضمن الأشياء الموجودة، طبعا كان فيه سيفتي بوكس، صندوق أمانات، صندوق لحفظ المتعلقات الثمينة داخل هذا الجناح. طلب من مقفل، طلب من الفندق أنهم يفتحونه له، فافتحوه. عندهم رمز يفتحه. لقى تذاكر سفر، ولقى الجوازات، لقى شيكات سياحية قديمينهم، لقى فلوس كاش، بس ما لقى. ولقى ذهب برضو، حتى لقى ذهب في وسط الصندوق، ولقى ذهب برا الصندوق، ولقى فلوس برا الصندوق، بس ما لقى الجوال حق المرأة. استغرب طارق، قال غالبا مثل هذه انه بسبب السرقة. الجاني ما سرق. اتجه ذهنه مباشرة الى انه قد يكون زوجها مختفي وجهازه مغلق. فتش في الجناح ما لقى شيء. يبغى الجوال ما حصله. خلى المختصين لرفع البصمات يرفعون البصمات من مثلا زر التكييف، من مقبض الباب، من الباب من الخلف. بعد شوي جاء أحد العمال حقين الفندق، حق الهاوس كيبنج، خدمة تنظيف الغرف، لأنه كان يدور معهم. قال أنه لقى الجوال حق المرأة في الموية وانتم بكرامة في المرحاض. فصار الآن الجوال خلاص خرب، ما عاد يمكن الاستفادة منه، لكن أخذه، قال لي ممكن أنه يتصلح. بعد ما انتهى طارق من هذا كله، اتصل، أخذ رقم أهل البنت أو أهل الزوجة، واتصل عليهم، وكانوا في حالة مرة سيئة. قال أبوها بنتي ما عندها عداوات ولا عندها مشاكل ولا تشكي من أي شيء، والحمد لله حديثة الآن توها متزوجة، ولا شكت من زوجها، وعلاقتنا معهم طيبة، العائلتين أمورنا طيبة، ولا شفنا أي شيء. وكان موضوع ريبة اختفاء الزوج مسبب عندهم مرة ريبة. أهل الزوجين مو هم في نفس المدينة،
الزوجين تزوجوا وسافروا من مدينتهم إلى هذه المدينة اللي وقعت فيها الجريمة، وقعدوا 3 أيام في هذا الجناح، علشان هذه المدينة فيها مطار دولي بيركبون منه بيسافرون الخارج يسوون شهر عسل، لأن مدينتهم ما فيها مطار دولي. فقال أبو الزوجة أبى أجي أنا وأخو الزوج لكم، بس ما يمدينا نجي الحين لأن نلقى رحلة عشان نسافر ونجيكم. طلع طارق ونزل تحت مع المدير حق الفندق، وهم في الطريق بينزلون في نفس الدور، ركبوه في المصعد علشان ينزلون من هذا الدور حق الأجنحة إلى الدور الأرضي. وهم يتكلمون وكلهم أذهانهم لاهية، انفتح باب المصعد في أحد الأدوار وطلعوا يحسبون هذا الدور الأرضي اللي هم يدخلون فيه. فلما طلعوا وانسك الباب انتبهوا أن هذا دور من أدوار الفندق، ما هو الدور الأرضي اللي هم بيطلعون معه. مباشرة المدير راح ضغط المصعد ينتظر يجيه مصعد ثاني، لكن طارق أخذ لفة في هذا الدور، وصل إلى مكان فيه مصعد، قال تعال هذا مصعد، قال لا هذا ما يجي هنا، هذا فقط يخدم من الدور الأرضي لدور الأجنحة مباشرة، ما يطلع ما يوقف في هذه الأدوار. وبالفعل ضغط فيه طارق ولا انفتح. طلعوا فتح لهم مصعد وركبوا ولين نزلوا للدور حقهم الأرضي. طارق كمل أسئلته، وش فيه أبواب غير الباب الرئيسي؟ هل عندكم كاميرات؟ قال للأسف الفندق غير مغطى بالكاميرات. صار ياخذ إفادات من العمال الاستقبال اللي على الباب، عمال اللي عند المصعد، عمال الخدمة حقين تنظيف الغرف، ما خلى أحد. سأل مدير الفندق قال وين فيه أبواب غير الباب الرئيس؟ كان فيه باب الرئيس وفيه باب خدمات خلفي، هذا مثلا للمطعم، مثلا الخدمات اللي ما المساندة اللي ما يستخدمون العملاء بس أو النزلاء فقط يستعملون هذا الباب، ولا فيه أي شيء يفيدهم من الداخل من طالع، مكان كبير والناس داخلة طالعة. قال طارق طيب عطني بيان بأسماء الساكنين كلهم ليلة الحادثة. قال زين، طبعوا له بيان وأخذه وحطه معه في أوراقه وغادر. وصل إلى المكتب حقه تقريبا على منتصف الليل، وكان برد وتعبان وجوعان، ما أدرى عن نفسه، ولها في إجراءات الطبيب الشرعي وفحص الجوال حق الزوجة والبصمات اللي رفعها من الغرفة وإجراءات البحث عن الزوج الهارب. ما درى طارق عن نفسه إلا وهو يغط في سبات. لما طلع عليه الفجر صحى، أول ما انتبه شاف قدامه المصعد هذا اللي يخدم من الدور الأرضي إلى الدور حق الأجنحة مباشرة، كذا زي اللي ولع في راسه. أخذ أوراقه ورجع إلى الفندق، قال أبى أكرر، أبى أعيد معاينة مسرح الحادث. لما دخل راح لهذا المصعد وركب فيه، اللي هو المصعد اللي قلنا لكم ما يخدم إلا من الأرضي إلى الأجنحة، ما يوقف في الأدوار اللي في النص. رقى فوق، أول ما رقى خذ له لفة في الدور، يبي الدور اللي وقعت فيه الجريمة، الدور الأخير حق الأجنحة، وشاف له واحد عامل يدف له عربية كبيرة، عربية فيها حاوية كأنها لتجميع مثلا المناشف، لتجميع المفارش، المخاد. مباشرة راح لهذا المصعد اللي يخدم الأجنحة، ركب معه طارق، قال له شلون هذا مصعد فخم ومخصص للنزلاء وانت تستعمل هذه الحاويه؟ وشوي يعني ما يليق ان النزلاء يركبوا معك ويشوفونها. قال صح، بس ان فيه مصعد خاص بمثل هذا الشيء اللي انا اسويه داخلي، فيه باب للخدمات، في كل دور في باب للخدمات، وهذا الباب يدخلك على منطقه اعمال للدور ما يشوفونها النزلاء، مثلا تجميع المستعمل وإعادة النظيف من المفارش، من الملايات، من المخاد، من المناشف، الأشياء زي الصوابين والأشياء هذه. لو مثلا بيجي نزيل طالب طعام يجي عن طريق هذا المصعد، ما يجي مع المصعد حق النزل مثلا تجي ريحة الأكل فيه. استغرب طارق، قال طيب ليش تستعمل أنت هذا المصعد؟ طيب ما أعطيتني الجواب. قال إن المصعد هذا اللي أقول لك الداخلي خربان ولا نقدر نستعمله، وما في ضغط في ذا الأيام هذه خصوصا على منطقة الأجنحة، ما في ضغط، الدور شبه فاضي، إما كان فعلا فاضي، فلذلك نستعمله، وترى تو خارب ما له إلا يوم. فكر طارق، قال كيف الحين المصعد هذا قادني إلى أن فيه مصعد ثاني وخربان، وش معنى توه يخرب بالتزامن مع وقوع الجريمة؟ نزل تحت، قابل المدير المناوب حق الفندق وسأله عن النقطة هذه. قال بالفعل المصعد هذا صراحة خرب، اكتشفنا أنه خربان، هذا نفس العامل هذا أمس
اللي هو اليوم اللي أنت جيت فيه يا طارق، أنت جيت العصر صباحه اكتشفنا أن المصعد هذا ما يشتغل، فلذلك صرنا نتحول على المصعد الكبير، وما في ضغط وما في نزل أكثر، وخصوصا الدور هذا حق الأجنحة أصلا شبه فاضي، إما كان فعلا فاضي، وصرنا نستعمله لما يصلح، وطالبين شركة الصيانة يجون يصلحون، لكن إلى الحين ما جانا أحد. قال طارق طيب وين المصعد هذا اللي خربان اللي جوا؟ قال تفضل معي. دخل من الدور الأرضي، دخل شاف منطقة أعمال ومنطقة خدمات، دخل إلى ورا، قال هذا المصعد زي حق اللي يسوونه مثلا في المباني تحت الإنشاء، مو مصعد زي المصاعد احنا نركبها هذه اللي تجيك مشطبة وفخمة، لا مصعد حق أعمال، بس إن الباب مقفل يضغطون عليه ما يشتغل. طارق مع المساعد حقه ونادى بعض العاملين في الفندق وقال خلوا نحاول نفتح الباب. حاولوا يفتحون الباب إلين كذا بالقوة فتحوه. لما فتحوه طالع فيه، هو يبي يشوف الكابينة ما هي موجودة هنا. طالع فوق، طبعا المكان مرة مخيف اللي قد شاف مسارات المصاعد، لقى أن الكابينة فوق بس ما يدري هي في أي دور. قال بقى أمسك الأدوار كلها وأشوف وين الكابينة موجودة. طلع الدور الأول، طلع الدور الثاني، وكل شوي يفتح لين طلع إلى الدور حق الأجنحة. حاول هو المساعد حقه يفتحون الباب، وكان الدور هذا بالتحديد موحش لأنه فاضي ما في أحد من العمال. حاول أنه يفتح الباب ما قدر. شاف طارق، بعد طارق عن الباب المصعد وشاف فيه دويرة كذا معدنية وفي وسطها مثلث، هذه القفل حق كل باب. طارق قال المساعد حقه رح للسيارة وجيب الشنطة حقتي فيها أدوات ممكن تساعدنا بالفتح. فلما جاب له العدة حاول طارق وفتح المثلث هذا، ثم فتحوا الباب بسهولة وبسلاسة. لقوا الكابينة بس كانت مظلمة. أول ما فتحوا الباب بخت عليهم كذا ريحة مرة شينة. طلع طارق الكشاف حقه سفر. لما قرب وشاف حاوية مثل الحاوية اللي كان العامل اللي ركب معها أول الصباح، نفس الحاوية الكبيرة هذه وفيها زي المناشف طالع. لما قربوا انصدموا أنهم ما لقوا بس مناشف ومخاد، لا لقوا جثمان. بس كان شوي باد عليه التعفن وكذا وهويته ما هي باينة. فتشوا فيه، طلعوا هويته، اكتشفوا أن هذا هو الزوج. اتصل طارق بالطبيب الشرعي وبرئيسه وبالأدلة والجنائية، واتصل بإدارة الفندق وجو الجميع، وبدأوا يسوون إجراءهم مثل الإجراء اللي سووه مع المرأة أو الزوجة في في الجناح. تبين أنه هذا الزوج في بداية الثلاثينات، وفيه متوفي، وفيه عدة جروح غائرة، طعنات، لكن السلاح مو موجود المستعمل، غالبا إنه سكين. وبحثوا عن جواله لقوه بس مكسور. اكتشف طارق أن المصعد أصلا مو معطل، المصعد فيه سلك مفصول وبالتالي انفصل عنه الكهرباء. لما شبكه اشتغل المصعد، صار المصعد مو معطل. طارق تشوش وما عاد يدري وش يسوي. كانت التهمة أو الشبهة موجهة إلى الزوج، وبرضه كان يدافعها أنه طيب لو أنه هارب ليش ما أخذ جوازه؟ ليش وش معنى صار كذا بالشكل هذا بالتحديد؟ طيب ليش؟ طيب أوكي قتلهم، القاتل ليش ما قتلهم سوا؟ وش معنى الزوجة مقتولة في الجناح وهذا مقتول في هذا المكان؟ عدة أسئلة تدور في ذهن طارق. رجع طارق المكتبة وهو في هذه الحالة من الريبة واليأس والشك، ويحس أنه يدور في حلقة مفرغة. كمل إجراءاته وينتظر الفرج، يجي مثلا تقرير، يجي مثلا مشتبه فيه. من بكرة الصباح كان طارق قاعد في مكتبة يشتغل ولاهي، وعنده زميل اسمه حافظ هذا كثير الكلام، جدا مزعج. شاف طارق يشتغل، جاء جلس عنده وشغل على الأخبار، عندهم تلفزيون، شغل على الأخبار. وكان وقت النشرة الجوية، المذيعة تقول الأسماء المدن وكذا كذا كذا كذا، إلين قالت اسم مدينة نفس مدينة الزوجين. قال يا أخي والله جوهم زين، شو اللي جايين عندنا؟ طارق يشتغل، قال من تقصد؟ قال ذول الزوجين اللي عندك تاركين مدينتهم جايين يحطون شارع سوا، كان راحوا جوهم أزين من عندنا. قال طارق الله ينكد عليك يا أخي، لا تذكرني أنا ما أسايب حملي أثور. المهم قال حافظ الطارق ايش رايك تكلم الرئيس تقول ابى اروح لمدينتهم وعلشان القضيه نروح نتمشى. كذا نظر الطارق كذا باستهجان وغضب، ونزل راسه وكمل شغله. يوم خذ شوي ويرفع راسه، قد تصدق انك جبتها؟ يرفع السماعه على رئيسه، قال اسمع ايش رايك انا جتني فكره ابى اروح لمدينتهم
وأجلس مع الأهل كلهم، أجلس مع أهل الطرفين، أصدقائهم، معارفهم، أشوف بيئتهم، مكان عملهم، ممكن أقدر أتوصل لشيء. رئيسه قال ممتاز، توكل على الله. حافظ قاعد ينظر يقول بجي معك. قال باخذ حافظ معي. قال خذه، أبرك لنا، فكنا منه. قال طيب يلا خلاص تمشي بكرة. قال وش بكرة؟ اليوم بمشي. قال يلا مع السلامة. ويروحون على أقرب طيارة ويوصلون للمدينة، يأخذون لهم فندق ويبدون في عمل التحقيق حقهم. قال طارق أنا بروح لأهل الزوجة وأمسك خط الزوجة، وأنت يا حافظ أمسك خط الزوج. قالوا زين، والوعد في الليل هنا في الفندق. بدأوا يشتغلون 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 إلين جاء في الليل، تقابلوا في الفندق، ما قدروا يوصلون إلى أي نتيجة. الخلاصة أنه هذول الزوجين ما عندهم أي مشاكل، ما عندهم أي عداوات، ما عندهم أي خطر يهددهم، أمورهم طيبة. حافظ من طقة اللي يصلح له شاهي قبل النوم ولا يكمله، على طول يرقد. إذا لمست بس المخدة راسه نام. بس طارق لا، طارق من الناس اللي عنده صعوبة في الاستسلام للنوم، يقعد يتقلب له ساعة ساعتين حتى لو انه دايخ. ما درى طارق إلا ويسمع الشخير. طبعا حافظ تسكر النور ما تسكر النور، تصمت الجوال ما تصمت الجوال، ما تفرق معه. هذا لازم يسكر النور ويحط ذي الغماضة حقت العيون ويصمت جواله. أول ما أدخله النوم ويرن جوال حافظ، فتح عيونه طارق، بيسكت بيسكت بيسكت، برضو جوال الرجال مو ماديده عليه. يوم قام بيطفيه ويسكت ويرجع يركض. يوم انه خدر ويدق الجوال من جديد ويقوم بياخذ الرقم، بياخذ الجوال بيطفيه ويشوف رقم مو مسجل في جوال حافظ. رد عليه قال نعم. قال أنتم جيتوا اليوم عند بيت أهلي، وقالوا أهلي إني صديق للمقتول ويمكن تحتاجون مني شيء ولا كذا. قال له وش اسمك؟ قال طارق يقول وش اسمك؟ قال اسمي جميل. قال طيب حنا بالفندق الفلاني تيجي عندنا؟ قال خلاص. بدل طارق ملابسه ونزل، قاعد في اللوبي البهو، وهذا جميل جاء. قال طارق يعني تعبان مرة، سهران ومضايق وبرد. قال له وش عندك؟ قال أبد سلامتك. قال شلون سلامتك؟ الحين دق عليه في نص الليل وتقول عندي أجي أعلمكم عن القضية وعندي استفسارات وأسئلة. يلا تفضل قل وش عندك؟ قال لا بس أنا قلت يمكن أنتم عندكم شيء. فصل عليه طارق وعصب بحكم الحالة اللي هو عايشها. قال أنت عندك شيء تفيدنا في القضية ولا لا تزعجنا يا أخي؟ جميل خاف شوي وحس أن الرجال مرة تعبان اللي هو طارق. قال لا خلاص ما عندي شيء. طلع رجع طارق وبدل ونام. بكرة الصباح فصل طارق على حافظ، قال يا أخي أزعجتنا أنت وجوالك، ليش ما تصمته؟ ليش بتسكر النور؟ ليش يعني وتشاخر؟ هبلت فيني تراك. علمه عن الاتصال هذا اللي جاء. قال له حافظ هذا جميل كان رميت المقتول أيام ما كانوا يدرسون برا قبل سنوات. هنا انتبه طارق، قال هذه معلومة مهمة. طيب دق عليه خليه يجي. اتصل عليه وجاء قابلهم. قال والله أنا كنت مع المقتول وكان رميتي زميل غرفتي في وقت الدراسة لما كنا برا، كانت علاقتنا حلوة والرجال كان نفسه حلوة وكذا، بس كان شوي بينه وبين واحد اسمه مسعود عداوة. يقول كلنا احنا من هذه المدينة وفي بلد الدراسة صرنا في مدينة واحدة. مسعود هذا كان هو القتيل في غرفة واحدة قبل ما أنا أجي، ثم اختلفوا وطلع مسعود وأنا جيت محل مسعود. قال له طارق طيب وش اللي لاحظت عليهم؟ قال ما أدري وش بينهم، بس المقتول ما يواطن مسعود ومسعود ما يواطن هذا المقتول. وإذا مثلا نمشي شفناه في ملعب، شفناه في سوق، شفناه في كلاس في كذا، يقول مرة ما يكلمون بعض. بس هذا اللي أقدر أعرفه. قال طارق طيب يا جميل وين يسكن هذا مسعود؟ قال مسعود ما رجع، تراه مسافر قبلنا وحنا جينا بعده ورجعنا وهو ما رجع، وشكله ما يبي يرجع، وهو شكله شوي يعني غريب الأطوار أو شكله يعني انطوائي أو شكله عدواني، ما بس نحن شوي ما نحبه. لكن أنا يا جميل ما بينه وبينه مشكلة، بس لاحظت أن القتيل ومسعود ما يوطنون بعض، وأنا بحكم من هذا صديقي ولا أبي أدخل بالمشاكل ولا اللي في المشاكل، رأس مالها كم سنة برجع ولا عدلي فيهم، بس تربطني بالقتيل علاقة حلوة. قال كم لك ما شفته؟ قال من رجعنا ما شفته بس بيننا تواصل. قال له طارق طيب عطنا عنوان أهله هنا. أعطاهم العنوان وغادروه. راح طارق وحافظ البيت مسعود. لما جو لقوا ولد يلعب برا، ولد صغير. قالوا له هذا بيت مسعود؟ قال له هذا بيتنا بس أعرف من تقصدون، مسعود هذا يصير خالي.
بس أنا ما قد شفته، أسمع عنه بس ما قد شفته. قال طيب من اللي يعرفه؟ قال أمي في البيت. نادى أمه، طلعت لهم أمه، قالت مسعود من زمان ما رجع، له سنوات كان بينه وبين تواصل، ومؤخرا أصلا انقطع التواصل بيننا. أخذ طارق يسترسل في الأسئلة بينه وبينه، قال طيب ليش؟ وش المشكلة؟ قالت هو شوي مسعود نفسيته شوي صعبة، وأنا ربيته بعد ما توفت أمي، وأبونا أصلا متوفي من زمان. وأذكر أنه قال لي إنه يبغى يروح يدرس برا، وأنا وافقت وشجعته ودعمته وقلت يلا روح وتجيب شهادات، يعني تعطي من هالأشياء المعنوية. وإنه لما راح هنا كانت أموره كويسة. ثم قال إنه ارتبط بعلاقة مع بنت، وإن هذه البنت خلاص يبغى يتزوجها. تقول أنا باركت له، يعني قلت ما في مشكلة، بس أهم شيء إن أمورك طيبة. تقول وبعدين تغيرت أموره، وقال هذه البنت ما عاد أبيها ولا تجيب لي طاريها. ومع الوقت انقطعت العلاقة ولا عاد صار يتصل ولا عاد أدري عنه شيء. ضبطوا هذه المعلومة رجعوا على قولتهم بخفي حنين. من بكرة في مكاتبهم رجعوا لبلدهم، دخل حافظ على طارق وقال معي لك واحد. من هو؟ طلع جميل راكب من الفجر وجايهم. قال يا أخي أنا تذكرت حاجة. قال وشي؟ قال مو بالقتل تتوقعون أنه صاير في الليل ومن بعدها الجوال مقفول؟ قال إلا. قال يا أخي أنا جتني رسالة من المقتول على جوالي، وبس إني ما فتحتها ولا شيء. قال شلون رسالة تجيك ولا تفتحها؟ قال هذه مين برسالة أنت ترسلها، هذه رسالة نظام اللي زي حقات البريد الصوتي، وأنا ما أفهم في البريد الصوتي ولا أتعامل مع البريد الصوتي، بس إنك كذا موجود عندي، إذا أنت دقيت على واحد ولا رد عليك حولك على البريد الصوتي. قالوا خلاص عطناها وعطنا طريقة فتحها وأنت تيسر الله يسهل لك. حاولوا يفتحونها حافظ وطارق، بس لما فتحوها سمعوا المكالمة أو التسجيل من جوال المقتول، صوت وشوشة، صوت تدبيج، تعرف الدبيج دوج كذا، وصوت كأن في صوت واحد يتأوه أو يتألم. شفتوا إذا أعطيت واحد بوكس قال زي كذا. وسمعوا صوت كذا نغمة، صوت صفيرة، ما كان واضح. راحوا المكان هادي، حاولوا يسمعون الصوت أوضح بشوي. في هالأثناء وهم مرة مركزين في التسجيل ما دروا الباب يفتح لهم قوة، ولا رئيسهم قال وياكم أنا أدوركم لي ساعة يا طارق. وشو مسعود اللي أنت مستفسر عنه؟ قال هذا مسعود اللي جمعنا عنه معلومات إنه كان بينه وبين القتيل عداوة في بلد دراستهم وكان معه في الغرفة. قال أنت مستفسر عنه وجاء الاستفسار يقولون أنه، تقول أنت أنه له سنوات ما رجع، ترى راجع قبل أسبوع. لا وزيدك من الشعر بيت، وساكن في نفس الفندق اللي صارت فيه الجريمة وفي يوم الجريمة. أنصدم طارق لأنه ما أخذ معلومات من الفندق عن الساكنين بس ما راجعها. فتح يراجع وتأكد أنه فعلا مسعود ساكن، لا وساكن في جناح في نفس الدور اللي هم كانوا ساكنين في نفس الليلة. مباشرة هرعوا واستنفروا وراحوا يستفسرون وين الآن مسعود موجود. بحثوا عنه لقوه ساكن في فندق قريب من المطار. قال طارق الحافظ أنت انطلق للفندق هذا وتجيب أقصى قدر ممكن من المعلومات وش وضع مسعود، وجوده في فندق قريب من المطار يبعث على الريبة، وأنا بأروح إلى الفندق الأصلي وأشوف وش وضعه يوم أنه يسكن. يبون يلقون دليل عليه، خافوا أنه بسبب وجوده في الفندق اللي جنب المطار ونذير شؤم. انطلقوا كل واحد المهمة حقته. لما وصل طارق إلى الفندق قال لهم الغرفة الفلانية اللي كان ساكنها واحد اسمه مسعود في أحد سكنها بعده؟ قالوا لا احنا في السيزن الآن نازل ولا أحد سكن. قال أبغى أشوف غرفته بأسرع شيء. رجع ومعه حق التنظيف الهاوس كيبنج وصار يفتش، مع أن العامل نظفها بس صار يفتش. جاء العامل قال ترى اللي كان ساكن هنا لقيته محرق أشياء في الحمام. قال له وش الأشياء محرق؟ قال ما أدري بس شيء شكله بلاستيك. راح للحمام وصار يفتش فيه، مالك لأنه منظفة. يفتش إلين وانتم بكرامة فتح الغطاء حق السيفون حق الكرسي ويلقى فيه كيس. في هالأثناء اتصل حافظ على طارق وقال ترى أنا الحين في الفندق، وقالوا إنه توه مسوي تشيك أوت تسجيل خروج وطالع المطار عنده رحلة دولية. قال لطارق وقفه بأي طريقة بأي ثمن، حاول تعطله لا يسافر، أنا جايك الحين. فتح الكيس وش لقى أدلة الجريمة كاملة، سكين عليها دماء، ولقى المفتاح هذا المثلث حق المصعد اللي قفل فيه، ولقى ألبوم صور. لما فتح ألبوم الصور لقى فيه صورة القتيلين، هذه الصور حق الزواج، وبعضها وشاف جزء من الألبوم محرق. هذا اللي كان يتكلم عنه عامل النظافة إنه
ريحة بلاستيك. انطلق طارق إلى المطار واتصل على رئيسه وعلمه بالاكتشاف اللي وصل له، وطلب أنه يستصدر له من قاضي التحقيق مذكرة للقبض. لما قدم مسعود جوازه في هالأثناء، طارق وحافظ قدموا له الكيس اللي لقوا فيه الأدلة. أول ما شاف مسعود هذا الشيء انهار وسقط في يده وسقط يبكي، واقتادوه بكل هدوء وسهولة ويسر. لاحقا اعترف مسعود أنه القتيل كان شريكه في غرفة في رميته في بلد الدراسة، وأن هذه البنت كانت علاقتها مع مسعود، علاقة مسعود بها، لكنه كان يسولف عنها قدام القتيل. فيما بعد القتيل والبنت صاروا أصدقاء واتفقوا على زواج، وسحبت على مسعود، فانهار وحزن وحقد وغل وقرر أنه ما عاد يرجع. لكن في مواقع التواصل الاجتماعي اكتشف أنهم بيتزوجون، وعرف موعد زواجهم، وعرف وين بيروحون، عرف أنهم يشاركون أخبارهم. فقرر أنه ينتقم وسافر وحجز في نفس الفندق وخطط لجريمته كالتالي. في الليلة الأخيرة، لأنه عرف تحركاتهم، عرف كل شيء، وخذ في الجناح اللي في نفس الدور. لما شافهم بيدخلون اتصل لغرفتهم، لجناحهم، اتصل من غرفته على غرفتهم على أساس أنه موظف في الفندق، وقال للقتيل أن فيه طرد لك أو هدية موجودة في الاستقبال. لما طلع الزوج ركب المصعد ونزل، طلع مسعود وراح طق على الغرفة على الزوجة لحالها. فلما فتحت له على طول سدد لها طعنات وأخذ جواله ورماه في الموية. وبعدين ولا سرق شيء ولا أخذ أي شيء، وخلى المكيف على البارد، ثم سكر عشان الجثة تقعد وقت أطول ولا تطلع ريحتها، وحط علامة عدم الإزعاج أو الكرت هذا حق عدم الإزعاج. وصار يترصد للزوج، لأن الزوج بينزل وإذا ما لقى شيء بيرجع. صار يترصد للزوج. لما جاء الزوج مسكه من عند المصعد واقتاده وداه عند المصعد حق الخدمات اللي قلنا لكم جوا في غرفة الخدمات، وسدد له عدة طعنات وحطه في هذه السلة، وحط فوقه المناشف والملايات، وكسر جواله. ثم فصل المصعد وقفل عليه الباب وقفله من فوق. لما حللوا الصوت حق التسجيل في البريد الصوتي، اكتشفوا ان صوت مسعود طالع، وان الصوت عائد، صوت التألم او صوت الضربات كان اللي هو صوت الطعنات. انتهت القضية واخذ مسعود جزاء. وحبيت بس اقول لكم، اذا كانت هذه القصص تروق لكم فاكرمونا باللايك والشير والسبسكرايب، وشاركوها مع احبابكم، وتشرف بتعليقاتكم ايجابية او سلبية وبنقدكم ايا كان.